سلام عليكم على والديكم. كيف حالكم يا أصدقائي؟ لقد أتيت لكم اليوم بقصة مذهلة، قصة جميلة، قصة ولا أروع. حسنا، لنبدأ بالقصة. هذه قصة رجل يقول: اسمي مروان، يتيم الأب والأم وما عندي أحد بهالدنيا. قصتي بدت قبل 30 سنة. يوم من الأيام قررت إني أتزوج وأدور على بنت الحلال وأستقر بحياتي وأكون عيلة وأسرة. فرحت وتقدمت لوحدة من بنات الحي المعروفين بالطيبة والأخلاق، والحمد لله أهلها وافقوا وتمت الخطبة والزواج. وباليوم الموعود ليلة زفافي أخذت زوجتي ورحنا لبيتنا. طبعا ما تعرفون، هي أحلى ليلة بحياة كل رجال وكل امرأة. قعدت أتغزل فيها وأتقرب منها يعني مثل كل الأزواج، بس فاجأتني لما قالت لي: لا تقرب مني، خليك بعيد. قلت لها: ليش؟ وش في؟ قالت: يا فلان يا مروان، أنا عندي سر وأتمنى إنك تستر علي. قلت لها: سر؟ وش في؟ قالت لي: طلبتك ولا تردني. الله يخليك استر علي، الله يستر عليك. انت إذا ما سترت علي أنا خلاص حياتي تنتهي. قلت لها: وش في؟ قولي وش في. قالت: أعطيني الأمان. قلت لها: لا، قولي لي وش في. قالت: الله يخليك، أعطيني الأمان وراح أحكي لك كل شيء. قلت لها: عليك الأمان. قالت لي: مروان، أنا حامل. وشو؟ وش تقولين أنتِ؟ جنيتي. قالت لي: أنا حامل. إيه أنا حامل، أنا وقعت بالغلط مع واحد وحملت. قلت لها: مين هذا؟ مين هذا اللي حملتي منه؟ قالت لي: ما في داعي أقول لك مين، خلاص صار اللي صار وأنا حامل. وإذا أنت ما سترت علي أهلي راح يذبحوني، أبوي وإخواني ما راح يخلوني. كل شيء بين يديك، القرار بين يديك، يا أنك تستر علي يا أن خلاص حياتي تنتهي. نظرت لها والنار تاكلني. حامل؟ بكل بساطة تخدعني. يعني أنا طعم؟ يعني أنا الضحية اليوم؟ يعني أنا استخدمتني هيك كوسيلة بس لمجرد إني أستر عليها؟ فكرت أقتلها ولا أفضحها ولا أضربها ولا أطلقها ولا رجعها ولا شو أسوي. حاولت أتمالك أعصابي قد ما فيني، وقعدت أفكر وش لازم أسوي بهالمصيبة. نظرت لها وقلت لها: اسمعي، أنا راح أستر عليكي لأن الله أمر بالستر، بس في شروط وبدك تسويها. قالت لي: الشروط اللي تريدها أنا أسويها. قالت لي: أنا حاضرة، كل شي تريده أنا حاضرة إنه أسويه لك. قلت لها: أول شرط، لا تنامين جنبي ولا أنام جنبك، كل واحد ينام بغرفة وما حدا يقرب من الثاني. قالت لي: أمرك أمرك، أنا أعمل اللي تريده. قلت لها: اسمعي، الشرط الثاني، لما يكبر بطنك تعتزلي الناس، لا حدا يجي عندك ولا تروحي لعند حدا. خلاص أول ما يكبر بطنك تقعدين بالبيت، ما تخبرين أي حدا إنك حامل. قالت لي: أمرك. قلت لها: ما تخبرين مين ما كان، لا أمك لا أبوك لا رفيقتك لا أختك، مين ما كان لا تقولين لهم شيء. ولو حدا سألك بعد شهر أو بعد شهرين عن الحمل قولي ما حملت أبدا، لا تخبرين أحد بهالموضوع. ولو حدا عرف بخبر حملك فأنت خلاص راح تكوني فضحتي حالك، وأنا ما راح أعترف بالولد لأنه مو ولدي. فهمانة ولا لا؟ قالت لي: طيب أهلي أنا كيف أريد أمنعهم إنه يجوا يزوروني؟ كيف أريد أخبي عليهم هيك شيء؟ قلت لها: أهلك اتركيهم علي. قالت لي: ليش؟ وش راح تسوي؟ قلت لها: أنت مالك شغل، اتركي موضوع أهلك علي، أول ما يكبر بطنك اترك الباقي علي، أنت بس خليكي ببيتك. قالت لي: طيب خلاص توكلنا على الله. وانتهى الموضوع على هالشي. وبالفعل مرت الأيام، وكل ما حد يسألني من الجماعة من الأصدقاء: بشرنا، أقول لهم: لا والله لسه، الله ما رزقنا، هذا الشيء بيد الله. وهي أهلها يسألونها قرايبها: بشرينا حملتي؟ تقول: لا الله ما كتب لنا. هيك استمرينا على هذا الحال لحد ما بدأت بطنها تظهر. لما بدأت بطنها تظهر قلت لها: قولي أنا مريضة مرض قوي ويجب أن أقعد في البيت ما أطلع. قالت: كيف مريضة؟ كيف أريد أقنع الناس أني أنا مريضة؟ قلت لها: بكرة الصبح تلبسين أوسع ملابس عندك، واروح أنا معك على بيت أبوك، مثلي أنك مريضة كثير،
وما تقدري تتنفسي وهيك يعني، واترك الباقي علي. قالت لي إن شاء الله. وفعلا أخذتها ثاني يوم ورحنا على بيت أهلها. رحت قلت لهم لأمها وأبوها يا جماعة، بنتكم من أول ما تزوجتها وهي مريضة. قالوا لي كيف مريضة؟ بنتنا ما فيها إلا العافية. قلت لهم بلى، من أول ما أخذتها وهي تعبانة، والواضح أن فيها مرض، يعني إن شاء الله ما يكون خطير وهيك. قالوا لي وش فيها؟ بنتنا ما فيها شيء. قلت لهم خلاص، بكرة راح أخذها عند الدكتور وإن شاء الله خير، يبين معنا وش المشكلة. قالوا لي الله يستر، توكل على الله. وفعلا أخذت زوجتي ورحنا، وبينا على أساس إنه رحنا عند الطبيب. بس إحنا ما رحنا عند الطبيب، إحنا رجعنا على بيتنا. ولما إجا المساء قلت لها خليكي بالبيت، ورحت لعند بيت أهلها على أساس يعني أنا رجعت من عند الطبيب. قلت لهم لأمها وأبوها بنتكم ما فيها إلا العافية والحمد لله بخير، بس الدكتور قال لي إنه لازم ما تقابل حدا ولا حدا يقابلها. الدكتور قال إنه لازم تقعد بحجر لفترة 5 شهور، لا تشوف حدا ولا حدا يشوفها ولا تقابل أحد ولا أحد يقابلها. قالوا ليش يعني وش في؟ و5 شهور كثير يعني، معقولة ما تشوف أبوها ولا أمها ولا حدا من عيلتها 5 شهور؟ قلت لهم هيك قال الدكتور، ومو طالع بيدنا شيء. إذا أنتم بتخافوا على مصلحة بنتكم لازم تخلوها لفترة 5 شهور تقريبا، وفيكم تعرفوا كل أخبارها مني، ولا تخافوا عليها أبدا. أنا راح أساعدها بالشيء اللي أقدر عليه، وراح أحطها بعيوني ولا تشغلوا بالكم أبدا. قالوا بس 5 شهور، 5 شهور كثير. قلت لهم يا عمي إحنا لازم نلتزم بهالتعليمات. قلت له أنت طلبتك لا تجي تزور بنتك ولا تخلي أمها تجي تزورها، خصوصي أمها يخاف يصير لها شيء. خلاص كلها 5 شهور وتهون إن شاء الله، ما يصير إلا الخير، ولا تشغلوا بالكم ولا أي شيء. أنا إن شاء الله راح أقوم بالواجب على أكمل وجه. قالوا لي خلاص وش طالع بيدنا، يلا ما في حل، الله يستر، الله يشفيك يا بنتي. ورجعت لعند زوجته وقلت لها الحمد لله مشى الحال، بس اسمعي، لا تهدمي كل شي بنيته. إذا أنت تصرفتي بشكل مخالف وأنت ما فضحتي حالك أنا راح أساعدك وراح أستر عليكي، فأنت أولا استري على حالك. قالت لي أكيد أكيد راح أستر على حالي، والله العظيم أنا ما راح أنسى لك هالمعروف طول حياتي. قلت لها لا تقولي شيء، أنا هالشيء أسويه لوجه الله، وأنت حسابك عند ربك، أنا ما مسوي هالشيء مشانك أنت. ومرت الأيام والشهور وإجا يوم الولادة. بهذاك اليوم إجت عنده وقالت لي يا مروان أنا راح أولد. قلت لها ولدي حالك بحالك، أنا ما راح أوديكي أي مكان، ولدي بالبيت ودبري حالك. وفعلا ولدت بالبيت وجابت ولد، وحطيته على صدرها وقعدت ترضعه، وأنا استنيت عليها يوميا. خلال هاليومين كنت مراقب المسجد اللي جنب بيتنا. هذا المسجد يجتمعون فيه أغلب رجال الحي عشان يصلوا. فقعدت أراقب الوضع، أراقب لحد ما انتهزت الفرصة المناسبة أني أنفذ الخطة اللي ببالي. رحت لعند زوجتي وأخذت منها الولد، فصرخت وقالت لي ابني، لوين تريد تاخذه؟ قلت لها أعطيني إياه. قالت لي ابني الله يخليك لا تاخذه مني، لساته صغير لا تاخذه مني. قلت لها لا تخافين، راح يرجع لك، أعطيني إياه بس شوي. قالت لي وين تريد توديه؟ وين تريد تاخذه؟ قلت لها طفل راح يرجع لك، أنت بس أعطيني إياه ولا تاكلين هم، إن شاء الله ولدك راح يرجع لك طول العمر. فأعطتني الولد وطلعت من البيت، وأنا صرت أتسلل شوي شوي. كان الوقت فجر، وأنا لما تأكدت إن كل الناس خلاص دخلوا المسجد وبدأوا الصلاة، أخذت الولد شوي شوي، التفتت يمين ثم يسار لحد ما تأكدت إنه ما في حدا. حطيت الولد جنب باب المسجد وفتت وصليت. صليت معهم جماعة صلاة الفجر، ولما خلصت الصلاة سمعت ضجة برا جنب باب المسجد، ولقيت الناس مجتمعة وكلهم قاعدين يقولون في رضيع، مدري مين حط الرضيع، في رضيع محطوط عند باب المسجد، يا ناس ولد مين هذا؟ فأنا دخلت بينهم على أساس إني مستغرب، وقعدت أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. المهم بعد حكي وجدال وشد وجذب بين الناس، وقفت بينهم وقلت لهم يا جماعة، هذا الولد الواضح إنه غلطة جاي بطريقة غير شرعية. أنا زوجتي الله ما كتب لها الحمل، شفتوا قديش صار لي متزوج ولحد الآن الله ما رزقني بولد،
فهذا الولد شكله إجاني رزق من عند رب العالمين، وأنا حابب أتكفل فيه لوجه الله، ولا هو ولدي ولا أنا أعرفه. مثل ما أنكم شايفين أنا لقيته عند باب المسجد مثلي مثلكم، بس حابب أتكفل فيه لوجه الله، تسمحوا لي؟ طالعوا فيني الناس وقالوا شوف، أنت ما حدا راح يردك عن هذا الفعل، هذا فعل خير، بس ما تجي بيوم من الأيام وتقول هذا ابن مين، أو ما أريده، أو تظلمه مثلا أو تعايره، لأن أنت شايف هذا الولد ما له ذنب، هذا ذنب أمه أو أبوه، هو ما له علاقة. قلت لهم بالعكس، والله لأهتم فيه وأخليه مثل ولدي. أنا الآن ما رزقنا الله بولد، وأكيد هذا راح يكون مثل ولدي وأعز. قالوا لي خلاص أخذ الولد، الله يبارك فيك، هذا فعل خير، هذا كفالة يتيم. وفعلا أخذت الولد، دخلت على زوجتي وقلت لها هذا ابنك، لكن أمام الناس كلها هذا مو ابننا ولا نعرفه، أنت بس اللي تعرفي أنه هذا ابنك، خذيه وربيه واعتني فيه، بس أمام الناس هو مو ابننا. لا يجي يوم وتقولي لي سجل الولد باسمك والله هذا ابننا، لا هذا مو ابننا، احنا كفلناه لوجه الله وهو مثل ولدنا، بس حتى لو هو ابنك، بس هذا ما حدا يعرف فيه أبدا. قالت لي الله يستر عليك مثل ما سترت علي، والله إني ما راح أنسى لك هالمعروف طوال حياتي. قلت لها أنا ما أريد منك شيء، أنا سويت هالشيء بس لوجه الله. خلص 40 يوم من الولادة وبعدها خلينا نروح لعند أهلك. وفعلا أول ما خلصت 40 يوم رحت لعند أهلها، قلت لهم الحمد لله، أبشركم بنتكم شافت، والدكتور قال إنه خلاص تقدر ترجع لحياتها الطبيعية، تقدر تزوروها وتقدر تزوركم وكل شيء تمام. وراحوا الأهل زاروا بنتهم، وراحت البنت زارت أهلها، وبعد يومين رجعتها على بيتي وقلت لها شوفي يا بنت الناس، هذا ابنك معك، ديري بالك عليه وانتبهي عليه، وأنا خلاص راح أروح. قالت رايح لوين؟ قلت لها خلاص أنا أريد أروح أعيش حياتي، لو حدا سألك عني قولي لهم سافر يشتغل، سافر أي شيء، أنا بالنسبة لي ما راح أقدر أكمل حياتي معك، أنا عملت الشيء اللي علي، والآن أنا أريد أروح أعيش حياتي وأتزوج وأستقر. قالت لي الله يفتح عليك، بالعكس جزاك الله خير، أنت كفيت ووفيت، واللي عملته والله العظيم أنا ما راح أقدر أنساه، أنا ممتنة كثير لك وجزاك الله خير، روح عيش حياتك. وفعلا من هذاك اليوم أنا سافرت على مكان ثاني بعيد وعشت حياتي هناك، وتزوجت، والله رزقني بأولاد وبنات وفتح علي بالرزق، صرت من أغنى الأغنياء بالمنطقة هناك. طبعا ما نسيت زوجتي الأولى ولا الولد اللي كفلته، بس خلاص أنا مستقر هناك، يعني أشوفهم من فترة لفترة، بس ما أقدر أتقبل هالمرأة، بس الحمد لله إني قدرت أستر عليها، وقدرت أخلي هالولد يعيش حياة كريمة، والآن أنا عايش ومكمل حياتي والحمد لله. يعني شو كنت استفدت لو أنا فضحت البنت وتسببت بمقتلها؟ صح هي عملت خطأ، بس خلاص اللي يستر على مسلم بالدنيا الله يستر عليه يوم القيامة.